أسوأ 5 حاجات عملهم كابتن حسام حسن في المعسكر الأول ليه مع منتخب مصر. رقم 1 وأهمهم إنه دخل في إصدام كبير جدا مع محمد صلاح، إنه وسع فجوة ما بينه وما بين محمد صلاح ودخل معاه في تحدي وعمل مشكلة من مفيش، وكأن المعسكر الأول لحسام حسن هو المعسكر الأخير، وكأن مفيش معسكرات تانية هينضم ليها محمد صلاح. كان لازم ان الكابتن حسام حسن ما يمشيش ورا الجمهور. خلي بالك احنا كجمهور عادي جدا ننتقد محمد صلاح، نهاجم محمد صلاح، ندعم محمد صلاح، نقول محمد صلاح ما عندوش انتباه، عادي جدا، لان ده في الاول وفي الاخر لاعب وبيقيموا مواقفه او لعبه، مفيش بيننا مصلحه مشتركه. لكن المدير الفني لمنتخب مصر واهم لاعب في منتخب مصر اكيد بينهم مصلحه مشتركه، اكيد هينضم في يوم من الايام لمنتخب مصر. كان لازم الكابتن حسام يبص للنقطه دي وما يعتبرش المعسكر الاول ليه بالنسبه له هو المعسكر الاخير، ويتجاهل محمد صلاح بعد ماتش مصر وكرواتيا، او يقول تصريحات من البدايه مستفزه لمحمد صلاح وكذلك ابراهيم حسن. لازم المشكله دي تتحل، ما ينفعش يدخل في تحدي مع لاعب بحجم محمد صلاح، مش علشان يخسر كتير، لا علشان ده هيخلي كتير جدا من جمهور المنتخب، جمهور مصر، مش هيبقى حابب اصلا ان هو يشجع المنتخب. رقم 2 تصريحات كابتن حسام حسن. تصريحات كابتن حسام حسن كل ما هيتكلم كتير كل ما هيخسر كتير، سواء من دعم جمهور الاهلي، دعم جمهور الزمالك، سواء من دعم اللعيبه، سواء من دعم الاهلي والزمالك. كل ما هيتكلم كتير كل ما هيدخل في تحدي مع الجميع. فكابتن حسام حسن لازم يوقف التصريحات، لان ما حبيتهاش فيه. تصريحاته تكون في المؤتمر الصحفي قبل المباراه او بعد المباراه فقط لا غير، ولا كابتن ابراهيم يصرح ولا اي حد تاني يصرح. هي التصريحات تكون بناء عن كده، ويكون في متحدث رسمي باسم الجهاز الفني لمنتخب مصر علشان ما يخسرش كتير جدا، لان دي حاجه ظاهره مش حلوه في كابتن حسام، بيدخل في تحدي بتصريحاته. رقم 3 كونك عندك لاعب زي احمد فتوح عنده امكانيات عاليه جدا، وعندك لاعب زي محمد حمدي عارف انه مش هيلعب مباراه بوركينا فاسو اساسي لانه موقوف ومش واخد كارت احمر فمش هيلعب، وتاخد محمد حمدي ومعاه محمد شكري وبتلعب في المباراتين بمحمد حمدي وانت عارف ان مش هيلعب مباراه بوركينا فاسو في شهر 6 معاك. دي حاجه غريبه جدا وحاجه سيئه جدا من كابتن حسام. خدت محمد شكري، اذا انت مقتنع بيه، اذا كان لازم ياخد مباراه علشان لو هيلعب مباراه بوركينا فاسو. احمد ابو الفتوح رجع بشكل كبير جدا، او رجع بدنيا وشارك في مباراتين مع الزمالك، يعني احمد ابو الفتوح ما بقاش مصاب. كان لازم ان انت تضم ابو الفتوح، كان لازم ان انت تقف على مستواه توصله فكرك، كان لازم يكون موجود في منتخب مصر، لان هو الاقرب انه يلعب في مباراه بوركينا فاسو اساسي. وعلى فكره احمد ابو الفتوح احنا مش بنقول يلعب كده، احمد الفتوح عنده موهبه وامكانيات تخليه يلعب اساسي على محمد حمدي حتى لو انت مقتنع بمحمد حمدي. رقم 4 ودي مهمه جدا، وبرده راجع بالتصريحات وراجع لتصريحات الكابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن طلع وقال قبل مباراه كرواتيا في المؤتمر الصحفي، قال او قبلها بيومين، قال ان هو مش هيريح اي حد من لعيبه الاهلي وما عندوش مشكله، منتخب مصر الاول ومنتخب مصر اولا وبعد كده الانديه، فهيلعب بالناس المتاحه وبالكل في التشكيل اساسي. خلي بالك انا ما عنديش مشكله ان انت تقول كده وان منتخب مصر اولا، بس الكلام ده لو مباراه رسميه، لو بطوله رسميه، لو حاجه مهمه جدا نفضلها على مباراه للاهلي سواء في الدوري او دوري ابطال افريقيا. لكن كونك بتلعب بطوله وديه او معسكر ودي ومباريات وديه وتيجي تفضل وتدخل في تحدي مع جمهور الاهلي وتخلي جمهور الاهلي يعني الانتماء بالنسبه لمنتخب مصر مش هيروح ناحيه المنتخب، لانك فضلت مباراه وديه على مباراه رسميه في دوري ابطال افريقيا في دور الثمانيه قدام سيمبا وبعدها ب 48 ساعه. فده تصريح ما كانش موفق جدا وكانت حاجه سيئه من الكابتن حسام حسن. رقم 5 ودي كمان مرتبطه باللي احنا قلناها الاول، ما ينفعش ان انت في مباراه كرواتيا تلعب ب6 اساسيين من النادي الاهلي في منتخب مصر وانت عارف ان عنده مباراه يوم الجمعه مع سيمبا، مباراه مهمه وخارج ارضه في درجه حراره ورطوبه عاليه. ما ينفعش ان انت تلعب ب6 هيكون منهم على الاقل 4 أو 5 اساسيين مع منتخب مصر مع النادي الاهلي وتلعب بيهم اساسيين. كان لازم ان انت على الاقل تريح محمد هاني، تريح مروان عطيه، تريح مثلا رامي ربيعه، علشان الناس دي في الاهلي مفيش لها بديل، وكنت تلعب مثلا بمحمد عبد المنعم بقفشه. دي حاجات سيئه جدا حصلت في المعسكر الاول لكابتن حسام حسن، مع كمان نوع اللعب اللي الكابتن حسام لعبه في البطوله وهو اللي غالب عليه الحماس اكتر. كون ان هو يعني كان فيه نوع من الحماس اكتر من الفنيات. محتاجين نشوف فنيات من الكابتن حسام حسن، محتاجين الكابتن حسام حسن يمسك لسانه، ما يتكلمش كتير، يكون في نوع من السلام النفسي، ما يدخلش كل حاجه بحماس وتحدي، وتحدى جمهور الاهلي وتحدى جمهور الزمالك وتحدى الاعلام وتحدى محمد صلاح وتحدى. الموضوع مش محتاج تحدي، انت محتاج الناس يكون في التفاف حوالين المنتخب المصري، يكون في انتماء والناس تنتمي لمنتخب مصر وتشجع منتخب مصر،
ما ينفعش تخسر كتير. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى من كل واحد بيشوف الفيديو ده لو لسه اول مره بشوف قناتي تشترك، تدعمنا بلايك وكومنت. اللايك هو وسيله دعمك الوحيد على اليوتيوب. قول المحتوى ده كويس او مش كويس علشان ارشحه لغيرك، فانت ما تبخلش علينا بيه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.